تخيل معايا واحد السيد دخل للدار ديالو في الليل، وسط الباب من الداخل، ومن داك النهار ما بقى حتى شي واحد شاف. الغريب ماشي هنا، الغريب هو ان البوليس ملي دخلوا للدار لقاو كلشي في بلاصتو، تليفون، فلوس، حوايج، وحتى الماكله اللي كانت باقيه فوق الطبله. ولكن كاين دليل واحد لقاوه في الدار هو اللي غادي يقلب القضيه كامله. والسؤال هنا شنو هو فين مشى هذا السيد وشكون كان اخر واحد شافه؟ تخيلوا معايا نهار الاثنين مع 7:30 ديال الصباح واحد المراه عيطات للبوليس وهي مخلوعه وكتقول راجلي اختفى ولكن ما خرجش من الدار. في الاول البوليس ما عطاوش الموضوع اهميه كبيره، حيت يمكن يكون خرج بلا ما يقول لمراته، ويمكن وقع ليه شي مشكل، ويمكن حتى قرر يبعد شويه. ولكن ملي وصلوا للدار لقاو واحد الحاجه غريبه بزاف. الباب كان مسدود من الداخل، الشراجم كاملين مسدودين، وما كاين لا اثار ديال اقتحام ولا دم ولا حتى شي حاجه كتبين ان شي واحد دخل للدار بالقوه. وفوق الطابله كان التليفون ديالو، حتى البسطام ديالو والسوارت وحتى الساعه ديالو. يعني الراجل اللي الا كان ناوي يخرج علاش خلى دوك المسائل ديالو تما؟ مراتو قالت للبوليس بلي اخر مره شافته كانت البارح في الليل تقريبا مع 11:30. كان جالس بوحدو في الصالون ساكت بواحد الشكل غريب، وقبل ما تمشي تنعس سمعتو كيقول واحد الجمله: الا وقع ليا شي حاجه ما تثقي في حتى شي واحد. هي ما فهمتش شنو كان كيقصد، ولكن في الصباح ملي دخلت للصالون ما لقات حتى شي اثر ليه. البوليس بداو كيقلبوا في الدار غرفه بغرفه، وكل شيء كان عادي حتى وصل واحد المحقق للخزانه ديالو، حل الباب وتوقف في بلاصتو، حيت لقى واحد الحاجه ما كانتش خاصها تكون تما، حاجه صغيره ولكن غادي تبدل مجرى القضيه كامله. المحقق بدا كيشوف في الخزانه ثواني، ومن بعد مد يدو بشويه اللي لقى كان ظرف ابيض صغير مخبي بين الحوايج، ما كان مكتوب عليه حتى شي اسم وما كانش مسدود مزيان. حلو المحقق ولقى واحد الداخل ديالو واحد الصوره قديمه، الصوره فيها 3 ديال الرجال واقفين قدام واحد الدار قديمه. ولكن الحاجه اللي شدت انتباه المحقق ماشي دوك الرجال اللي كاينين تما، الحاجه هي ان واحد من هاد الرجال كان هو الزوج المختفي. المشكل ان الصوره باينه قديمه بزاف، تقريبا اكثر من 20 عام. المحقق سول الزوجه: واش كتعرفي هاد الناس؟ شفت الصوره وجهها تبدل، بقات ساكته شويه ومن بعد قالت: هاد السيد ديال الوسط مات شحال هادي. المحقق جاوبها: وشكون قال لك انه مات؟ سكتات. هنا بدا الشك كيكبر، حيت الزوجه كانت كتعرف شي حاجه ولكن بين انها ما بغاتش تقولها. المحقق رجع للصوره وقلبها مدور، وكان مكتوب عليها بالقلم: اللي وقع في هاد الليله ما ماتش معاها. وفي ديك اللحظه تليفون صونا ديال المحقق كان واحد الرقم مجهول، جاوب وسمع واحد الصوت ديال الراجل كيقول: الا كنتو كتقلبوا عليه غير حبسوا. المحقق سول: شكون دا؟ الصوت سكت ومن بعد قال: حيت الا لقيتوه غادي تلقاو غير جثه. قطع التليفون. المحقق بقى ساكت، حيت حتى واحد ما كان عارف بوجود هاد الصوره، ولا بلي البوليس بداو كيقلبوا عليه. من بعد هاد المكالمه المجهوله المحقق قرر ما يقول حتى شي كلمه للزوجه ديالو. داروا مراقبه للدار وبداو كيقلبوا على اي شخص كان عنده علاقه بالرجل المختفي. ومن بين الاسماء اللي خرجات ليهم كاين واحد الراجل سميتو محمد كان جارهم وكيعرف الزوج اكثر من 10 ديال السنين. ملي يسولوا المحقق وقال: اخر مره شفت فلان امتى؟ جاوب بلا تردد: من نهار الجمعه ما شفتوش. المحقق شاف فيه بشويه وقال: متاكد؟ قال لي: متاكد. المحقق ما جاوبوش، خرج واحد الورقه وحطها قدامه، كانت فيها تسجيلات كاميرا ديال واحد المحل قريب من الدار. في التسجيل مبين محمد داخل الزنقه نهار الاثنين مع 11:47 دقيقه ديال الليل، يعني نفس الليله اللي اختفى فيها الرجل. محمد تبدل اللون ديال الوجه ديالو. المحقق قال لي: دابا عاود ليا اخر مره شفتيه امتى؟ بقى ساكت ومن بعد قال: دخلت عنده غير باش نهضر معاه. وقال لي المحقق: وعلاش كذبتي؟ محمد هبط عينيه وقال: حيت هو يطلب مني ما نقول حتى شي واحد بلي جيت لعنده. المحقق سولو: شنو قال لك؟ محمد تنفس بعمق وقال: قال لي شي واحد كيتبعو وانه خايف على حياته. المحقق قرب ليه: شكون هذا الشخص هذا؟ محمد بقى ساكت لحظه ومن بعد قال واحد الجمله خلات المحقق يوقف: ما كانش خايف من شخص غريب، كان خايف من شي واحد كيعرفه مزيان. وفجاه دخل واحد البوليسي بسرعه وقال: سيدي لقينا السياره ديالو. المحقق خرج بالزربه، الطوموبيل كانت مركونه بعيده على الدار بحوالي 6 كيلومترات، الباب محلول والسوارت باقي في الكونتاكت. ولكن فوق الكرسي كاين واحد التليفون اخر، واحد التليفون ماشي ديال الضحيه وفيه رساله واحده: دابا عرفتي علاش اختفى. المحقق شد التليفون ديالو بدا كيقلب فيه، ما كان فيه لا صور لا ارقام محفوظه ولا حتى شي حسابات واضحه، غير رساله واحده. ولكن قبل ما يقدر يفتحها وصلت واحد الرساله جديده: الا بغيتي تعرف الحقيقه رجع للصوره. المحقق رجع مباشره للصوره القديمه اللي لقاو في الدار، دقق فيها اكثر هذه المره. الدار اللي باينه في الصوره كانت مهجوره، ودوك الرجال 3 واقفين قدامها
ولكن في زاوية الصورة كان واحد الرقم مكتوب فوق الباب، اللي هو 17. المحقق سول محمد: كتعرف هاد الدار؟ محمد بقى ساكت، اللي هو جاوبني قال بصوت منخفض: ايه، ولكن هاد الدار مبقاتش موجودة. فين كانت؟ في واحد المنطقة اللي كانت فيها دار قديمة ديال عائلة الضحية. المحقق حس ان القضية بدات كتجمع الخيوط ديالها. مشاو ديك البلاصة وما لقاوش الدار، غير ارض خاوية وحوايج مهدمة. ولكن واحد الراجل كبير في العمر كان ساكن قريب منهم. ملي شاف ديك الصورة تبدل الوجه ديالو، قال: انا عارف هاد الناس. المحقق قرب ليه: شنو وقع هنا؟ الراجل جاوب: قبل اكثر من 20 عام وقعت واحد الليلة ما عمر شي واحد نساها. 3 ديال الرجال دخلوا لهاد الدار ومن بعد واحد منهم ما خرج. المحقق سول: وشكون هو؟ الراجل شاف الصورة وقال: الراجل اللي الوسط. المحقق بقى ساكت، حيت هو نفس الشخص اللي قالت الزوجة بأنه مات من زمان. ولكن الراجل الكبير زاد كلمة أخطر: ولكن راه ما ماتش. المحقق تجمد، قال لي: شنو كتقول؟ قال: الناس كاملين قالوا مات، ولكن أنا شفتو بعد عامين من ديك الواقعة. وقبل ما يكمل سمع صوت من وراهم، كان محمد واقف بعيد وكيقول: دابا فهمتوا علاش صاحبكم اختفى. المحقق دار وقال لي: علاش؟ محمد جاوب: حيت الشخص اللي كتقلبوا عليه من 20 عام هادي رجع. وفي نفس اللحظة وصل المحقق اتصال من رقم مجهول، رقم الهاتف. هز التليفون، الصوت اللي سمع قبل قال: المرة الجاية ما غاديش نعيط لك، وسد التليفون. المحقق ما بقاش قادر يتعامل مع القضية لأنها مجرد اختفاء. دابا كانوا عنده 2 أسئلة: شكون هو الراجل اللي قالوا عليه مات؟ وعلاش رجع من بعد أكثر من 20 عام؟ رجعوا للكوميسارية وعاودوا فتحوا الملفات القديمة. بعد ساعات ديال البحث لقوا واحد الملف قديم مربوط بنفس الدار اللي كانت في الصورة. الملف كان ناقص، ولكن كان فيه اسم واضح: يوسف، نفس الشخص اللي قالت الزوجة بأنه مات. المحقق طلب يستدعي الزوجة من جديد، حط الصورة قدامه وقال: بغيتك تقولي لي الحقيقة، شكون هو يوسف؟ المرأة بقات ساكتة ومن بعد بدات كتبكي وقالت: يوسف ما كانش غير صاحب راجلي، كان خويا. المحقق تفاجأ: خوك؟ وعلاش قلتي انها مات؟ جاوباتو: حيت هاد القصة هي اللي قالوا لنا نقولوها. شكون قالها لكم؟ انا سكتت وبعد لحظات قالت: راجلي. المحقق قرب منها: علاش كان باغي يخبي انه باغي يحيي؟ قالت: حيت يوسف كان عارف السر ديال ديك الليلة. قال لها المحقق: علاش شنو ديك الليلة؟ المرأة مسحات دموعها وقالت: كانوا 3 في الدار، يوسف، راجلي، ومحمد. المحقق وقف: محمد كان معاهم؟ وهنا بدا كل شيء واضح. ولكن بقى سؤال واحد: شنو داروا في ديك الليلة؟ قبل ما تجاوب دخل واحد البوليسي للمكتب وهو كيجري، قال: سيدي، راه لقاو شي حاجة في الغابة. شنو؟ شرطي حط واحد الميكا بلاستيكية فوق الطبلة، الداخل ديالها كان واحد الجاكيت ديال الضحية وعليه بقع ديال الدم. المحقق سأل: فين لقيتوه؟ البوليسي قال: حدا واحد البئر قديم. المحقق وقف وقال: يلا نمشيو دابا. ولكن ملي وصلوا للبئر لقاو المفاجأة الأكبر: ما كانش جثة الضحية، كان كاين واحد الشخص حي مربوط من يديه ومضروب بزاف ديال الجروح خطيرة. قربوا ليه، رفعوا ليه راسو بصعوبة، وكان هو يوسف، الرجل اللي قالوا عليه مات من 20 عام هذا. يوسف كان باقي حي ولكن حالته كانت خطيرة. داوه للمستشفى والمحقق بقى حدا الباب كيتسنى حتى يقدر يهضر. من بعد ساعات فتح يوسف عينيه. المحقق قرب ليه وقال: فين هو الرجل اللي اختفى؟ يوسف بقى ساكت شوية ومن بعد قال: هو راه ما اختفاش، هو راه هرب. المحقق استغرب: هرب من شكون؟ يوسف شاف فيه وقال: مني. وبدا كيحكي الحقيقة. قبل أكثر من 20 عام يوسف وراجل اختو ومحمد كانوا في داك البيت القديم. وقع بيناتهم خلاف كبير بسبب واحد السر متعلق بالفلوس. في ديك الليلة وقع واحد الشجار ومات شخص آخر كان معاهم. 3 خافوا من العواقب وقرروا يخبيوا الحقيقة، ولكن يوسف من بعد ندم وبغى يمشي للبوليس. لهذا اتفقوا معاه أنه يختفي وخلاو الناس يعتقدوا أنه مات. ولكن يوسف ما ماتش، اختفى فعلا، بقى عايش بعيد عليهم. بعد 20 عام رجع باش يواجههم بالحقيقة. الضحية اللي اختفى مؤخرا عرف أن يوسف رجع وخاف أنه يفضح كلشي. لهذا دار خطة وخبأ يوسف في ذاك البئر. ولكن اللي ما كانش عارفه هو أن يوسف كان قدر يرسل رسائل للمحقق قبل ما يشدوه. المحقق سأل: ودابا فين هو؟ يوسف جاوب: غادي تلقاو في المكان اللي بدا فيه كلشي. رجع البوليس للدار القديمة، قلبوا ديك البلاصة كاملة، وفي القبو لقاو واحد الباب صغير مخبي ورا واحد الحيط. حلوه ولقاو الراجل المختفي، كان حي
ولكن المفاجأة الأخيرة كانت أن محمد هو اللي بلغ البوليس من الأول، وكان كيتعاون مع المحقق في السر باش يخرج الحقيقة. أما الزوجة فكانت عارفة جزء من القصة فقط. بعد سنوات من الكذب والخوف خرج السر للعلن وتفتحت القضية من جديد. ولكن قبل ما يخرج يوسف من المستشفى سول المحقق: واش غادي تحاسبوني على داكشي اللي وقع قبل 20 عام؟ المحقق شاف فيه وقال: القانون ما كينساش حتى إذا الناس نساو. وهكذا القضية بدات باختفاء رجل من دارو رجعات المحققين لأكثر من 20 عام للور، وكشفت أن أخطر الأسرار ما كتختفيش، غير كتسنى الوقت باش يرجع ليها.